سلام يا سيدنا. سلام ونعمة وبركة. واحنا في بداية النهاردة يوم الاثنين عندنا حدثين مهمين نتكلم عن الأول، وهو حدث إن الرب يسوع لعن شجرة التين. يقال إن شجرة التين دي كانت مورقة، لكن لم قربوا منها أكتر لأنها بلا ثمار. احنا سيدنا خايفين وعايزين نعرف احنا مين فيهم، وبالذات احنا في سننا كشباب أغلبنا خدام، بنبقى عايزين نعرف هل احنا شجرة تين ظاهرين للناس ان احنا بنخدم وبنروح وبنيجي لكن قلبنا فاضي، ولا ان احنا فعلا خدام حقيقيين وقلبنا مليان بربنا. عايزين نعرف احنا مين فيهم ونعرف ده ازاي. هل الشجرة مثمرة أم لا؟ هل الشجرة مثمرة أم لا؟ مفروض إن شجرة التين طالما فيها ورق تبقى مثمرة. فكل واحد فينا يسأل نفسه مثمر ولا لا؟ عارف وانت ماشي كده ممكن تلاقي شجرة مانجا مثلا، بس المانجاية فيها مستوية، وتلاقي شجرة مانجا تاني المانجاية فيها خضرة وناشفة، وشجرة ثالثة مش مطلعة ثمرة خالص. فإحنا لازم ندور ونراجع أنفسنا، إحنا مثمرين أم لا؟ هرجع واللي قلته لك الحلقة الماضية، إن إحنا ينبغي أن نصنع حوارا مع الرب في كل موقف. يعني أنا عايز كل واحد من الشباب النهاردة يجي كده وهو ربنا واقف قدام الشجرة يسجد للمسيح، قبل إيديه، قول له صباح الخير يا رب. يقول له لحسن أكون أنا من بره هلا ومن جوه يعلم الله، لحسن ما يكونش فيا ثمر. فربنا يبص له ويقول له طب شوف جواك ثمر ولا لا. في آية جميلة في أمثال 11 بتقول إيه؟ ثمر الصديق شجرة حياة. فيصنع حوارا مع الرب ويقول له طب وانا فيها ثمر ولا لا؟ وربنا يقول له على فكرة مش فاكر لما عملت كذا وكذا، انا حاسك عايزك تهتم شوية ان يكون فيك ثمر. فربنا يقول له انت مش عارف الآية الجميلة اللي بتقول واما ثمر الروح محبة فرح سلام طول أناة لطف صلاح إيمان وداعة تعفف. إيه أخبار الثمر في حياتك؟ وكل واحد فينا يدخل في حوار مع الرب، ال9 ثمار دول عندي ولا مش عندي؟ ولا يمكن يكون عندي ثمرة والتانية ناشفة خالص، التالتة مش موجودة. وده ثمر أسبوع الآلام، إن أطلع من البصخة بحوار مع الرب، أبتديه في الكنيسة وأكمله في البيت، أو أبتديه في البيت وأكمله في الكنيسة، وفي الآخر أطلع بحاجة. أنا مش أسبوع الآلام أروح أقول سكتتي جوم، لا، في أسبوع الآلام عايز أصنع حوار مع الرب في كل موقف. تمام يا سيد. الحدث الثاني اللي كان مهم برضه في نفس اليوم وهو تطهير الرب يسوع للهيكل، بس كنا ملاحظين ان الحدث ده الرب يسوع عمله بشكل جديد شويه، واحنا كشباب بيكون عندنا دايما ردود الفعل العفويه دي، ان احنا خايفين على كنيستنا وعايزين ندافع عن كنيستنا بشكل كويس، زي ما بيتقال كده في الايه غيرة بيتك اكلتنا. ودايما بنشوف موائد صيرفه، مش بنشوف موائد حب لربنا. وكمان بنلاحظ ان في ناس داخل الكنيسه بشكل عباده لربنا لكن قلبها فاضي. ازاي يا سيدنا احنا نعمل توازن ما بين الحاجتين؟ ان انا اكون خايف على بيت ربنا وعايز احافظ عليه بكل قلبي، وفي نفس الوقت ما ادينش غيري واحافظ على نفسي واتحكم في ردود افعالي. في آية جميلة في يشوع بن صراخ بتقول إيه؟ كلام الفاطنين يوزن بالميزان. في صراخ 21 آية 28 كلام الفاطنين يوزن بالميزان. فكويس قوي إن يكون عندي غيرة، بس ما غلطش في الآخرين. إمتى أتكلم وإمتى ما أتكلمش، وإمتى أتكلم بطريقة ما تجرحش اللي قدام.
هنا بقى كلام الفاطنين يوزن بالميزان. وآية تاني في يشوع بن صراخ إصحاح 28 بتقول إيه؟ اجعل لكلامك ميزانا ومعيارا. الميزان ده بتاع البرتقال واليوسفندي والكلام ده، المعيار ده بتاعكم انتوا يا صيادلة، ده بيقيس بالملي. فاجعل لكلامك ميزانا ومعيارا، قيس الكلمة بالملي. ولفمك بابا ومزلاجا، يعني اقفل على فمك لغاية ما توزن الكلمة وتعيرها بالظبط، وبعدين افتح واتكلم. والآية الجميلة اللي في سفر الأمثال، أمثال 25: تفاح من ذهب في مصوغ من فضة، كلمة مقولة في محلها. فجميل إن يكون عندي غيرة، ولكن يعني إزاي أتكلم ومتى أتكلم؟ دي بقى عايزة الحكمة والفطنة. الفطنة يعني الفهم الشديد. فكلام الفاطنين يوزن بالميزان، وتفاح من ذهب في مصوغ من فضة، كلمة مقولة في محلها. فكويس قوي إن أنا يكون عندي غيرة، بس كلامي يكون موزون جدا. ده أوقات تكلم ولد صغير يتقمص منك وما مش عايز يدخل الكنيسة، فإزاي أكلم الولد الصغير والشاب والكبير؟ عايزة فطنة وحكمة من ربنا، إنما لازم يكون لينا عندنا غيرة. شكرا يا سيدنا. ربنا يعطينا أسبوع آلاما مقدسا. ربنا يعطينا أسبوع آلام مقدس. وهرجع وأقول نعم لقاء مع الرب في كل موقف. تمام يا سيدنا. واحنا في نهاية الحلقة حابينك تتمتع أكتر بأسبوع الآلام، وتعرف كل شخصية من شخصيات أسبوع الآلام علشان تعرف أنت مين فيه. مين فيهم فضل هواه فضل معايا